السلام عليكم. تخيل معي يا مشجع يا برشلوني انه صار كل الجماهير البرشلونية يتمنوا يلعبوا مباراة كبيرة ولا بيلعبوا امام الفرق الصغيرة. يا للعجب ويا للغرابة بهذا الشيء، والله اشي غريب بصراحة، يعني غريب جدا ما يحدث مع برشلونة هذا الموسم. برشلونة امام الفرق الكبيرة يقدم مستويات رهيبة، ليش؟ لانه بصراحة امام الفرق الكبيرة انت بتلعب امام فرق ممكن تفتح لعب، بتسهل عليك المباراة بعض الشيء. برشلونة يلعب بشكل عمودي، برشلونة يلعب بشكل سريع، بتحولات، باستحواذ، بيضرب المساحات الخصم بشكل مميز، تواجد كبير جدا للاعبين برشلونة في مناطق الخصم، بيلعب بخط دفاع متقدم. هذا الشيء كان يميز برشلونة امام الفرق الكبيرة، لكن امام الفرق الصغيرة بتوه بالملعب. يعني اليوم مثلا برشلونة امام لاس بالماس تغلب بشكل كبير جدا. لو شفنا قبل 3 اسابيع امام الفيس فاز 1-0 بطلوع الروح، بالذهاب خسر امام ليغانس. برشلونة هذا الموسم لو قارنت مباراته الكبيرة مع الفرق الصغيرة يعني بصراحة راح تشوف استغراب. بسهولة يفوز على الفرق الكبيرة وبصعوبة يفوز على الفرق الصغيرة، وممكن حتى يخسر معهم، يعني حتى النقاط اللي ضيعها هذا الموسم أمام الفرق الصغيرة مش الكبيرة. وهذا شيء غريب جدا يحدث حاليا مع برشلونة بصراحة، يعني محير جدا. برشلونة صاحب السيناريوهات كل موسم، يعني كل موسم بيطلع لك سيناريو جديد. عارف هذا برشلونة هو يعني الشو تاع العالم كله. غريب ما يحدث معاهم. نبدأ بالشوط الأول. برشلونة بدأ بخط دفاع رباعي، غارسيا كوبارسي على اليمين، كوندي، وعلى اليسار بالدي. اليوم شفنا غارسيا لعب أيضا من جديد أساسي، وهذه المرة بدلا من إنيجو مارتينيز اللي ممكن ريحه للمباراة القادمة أمام أتلتيكو مدريد. والشيء اللي يتأكد في كل مباراة أنه فليك أصبح لا يعتمد على أراوخو. في وسط الملعب كاسادو اليوم رجع أساسي بدلا من ديونغ، وشفنا أنه لوبيز أيضا عاد وبيدري بجانبه. في خط الهجوم الثلاثي الذي يلعب دائما. وبصراحة برشلونة قدم شوط أول سيء جدا. أنا بتابع المباراة بشوف مستوى سيء. برشلونة تحضير بطيء، اللاعبين مش بمستواهم الأغلبية، والأبرز كان بيدري ما كان مرتاح بالملعب، واضح جدا انه في عدم راحه. هاي نقطه. النقطه الثانيه لازم يفهم فليك شغله مهمه جدا، كاسادو فيرمين لوبيز ما بيلعبوا مع بعض بالملعب. خلص هاي نقطه لازم تصير جازمه عنده، يعني لازم خلص يفصل فيها. كاسادو وفيرمين لوبيز يعني عدم صناعه لعب بشكل كبير جدا. اي نعم فيرمين لوبيز لاعب ممكن يفيدك في بعض المباريات، لكن لما بيلعبوا هذول الاثنين مع بعض بتحس في شيء غلط بوسط الملعب. ما بنعرف صراحه، يعني هاي ملاحظه صغيره، ما بعرف. اللي عنده اي شيء ملاحظه على هذا الموضوع بيعلق لنا وبيشوف. لكن بصراحه لما بيلعبوا مع بعض ما بتشوف اي توازن في وسط الملعب، هيك بشوف انا. وجود ديونج ممكن تكون في سلاسه اكثر مع فيرمان لوبيز، هيك بشوف انا. لكن برشلونه قدم مستوى زي ما حكينا سيء بالتحضير وبالبناء وبكل شيء. برشلونه ايضا ساعد فريق لاس بالماس يتمركز بالخط الخلفي بالهدوء وبسلاسه، والفريق يدافع وبيحس حاله انه فريق يعني من ايام الزمن الجميل لايطاليا، يعني هيك بيحس حاله. لكن السبب كان برشلونه، لان برشلونه ما كان يسرع الرتم. برشلونه اي نعم ممكن ناخذ المباراه بهدوء، وممكن احنا بنسجل هدف بالهداوه، ما بدنا نستعجل حتى ما نخليهم يلعبوا بارتداد ونفتح الملعب معاهم كثير، هذا شيء كويس. لكن مش تظل طوال وقت المباراه، على اغلب المباراه انت بالتحضير بطيء، خاصه بالشوط الاول. يعني انا بحكي عن الشوط الاول لازلت يعني في بطء كبير جدا، وساعد لاس بالماس على انه يدافع بشراسه. وقبل ما بنخلص حديثنا عن الشوط الاول، لامين يامال استعراضي بيحاول يورجي الجمهور انه لعيب. هاي النقطه كل فيديو صرنا نعيدها في اخر الاسابيع. واضح جدا انت من 4 شهور مش مسجل ولا هدف في الدوري، هذا رقم انا كل فيديو راح اعيده. ان شاء الله ان الفيديو جاي ما بعيده، انا كبرشلوني صراحه بتمنى انه ما بعيده، لانه للامانه بيحاول يستعرض كثير، بيورجي الجمهور انه انا عندي موهبه ومهارات. هذا الشيء بنعرفه، العب جدي. وهذا الشيء اختلف في الشوط الثاني، راح نحكي عنه كمان شوي. بصراحه يعني غريب جدا، رافينيا كان مش من المستوى، وليفاندوفسكي سيء جدا. والسيء الخبر انه ليفاندوفسكي الان تمدد عقده بشكل رسمي الى 2026، لانه لعب ما يقارب نسبه 55% من مبارياته هذا الموسم، والشرط اللي موجود في عقده انه مباشره عقده يتجدد الى 2026. هذا خبر سيء للامانه بالمستوى اللي بيقدمه، وفليك يجامل حاليا، واضح جدا انه بيجامل ليفاندوفسكي على حساب الفريق. اللاعب ما بيقدم مستوى نهائيا ثقيل، حركته سيئه جدا في الملعب، لا يتمركز بشكل صحيح. اليوم كان يطلع برا المنطقه واحنا طالبينه بجوا المنطقه بهذا التمركز الكبير جدا من لاعبين الخصم داخل المنطقه. كان لازم يكون في راس حربه جوا المنطقه، كان يطلع كثير، ما بيعرف يتمركز، بطيء، تحركاته عشوائيه. بصراحه بيجاملوا كثير فليك في هذه المرحله، لا وعقده بيجدد لحاله يعني مصايب تجيك. في الشوط الثاني فليك الذكي، فليك اللي بدي احكيه انه يعني متواضع جدا. فليك متواضع. فليك بين شوطين عنده استعداد بيغير الفريق عادي. خلص انا دخلت بالمباراه
وحاط تشكيله، لكن بين الشوطين بشوف انا ايش؟ انه انا اخطيت، ببدل. ما بيكابر على نفسه، ما بيقول لك انه انا لا انا تشكيلتي صح راح اكمل فيها المباراه كامله، لا، بين الشوطين ببدل مباشره. فيلم لوبيز ما قدم لي شيء الشوط الاول، دخل مكانه اولمو. بدك لاعب يلعب بين الخطوط، بدك لاعب يستلم بشكل صحيح، بدك لاعب يعمل لك حركه مفاجاه للخصم، يعني شيء يفاجئ فيه الخصم، مش تمرير امسك الكره ارجع لورا اعطي بيدري، بنستنى كلياتنا بيدري عشان يصنع لنا. هذا الشيء ما بيعمله اولمو. اولمو بيعتمد على نفسه، اولمو لاعب يلعب بين الخطوط بسلاسه كبيره جدا، بيفاجئك بلمسه بيحطك جوا الجول. وبعدين يعني بصراحه اولمو لاعب بيفكر بالجول كثير، يعني اولمو بس بيطلع بس يمسك الكره مباشره بيتجه الى المرمى مباشره، ولمسته حلوه. اذا صار تغيير بين الشوطين ودخل اولمو، وهذا الشيء اللي عمله. كل اللي حكيتها المميزات عملها الشوط الثاني. سلاسه باللعب، لعب بين الخطوط، كسر خطوط دفاع لاس بالماس بشكل يعني سلس، بشكل سلس، ما تحس بصعوبه. بيستلم الكره بين الخطوط وبيلعب لك باص. شفنا التفاهم لامين يامال، حتى رجع لامين يامال لجو المباراه. لامين يامال كان يستعرض الشوط الاول، لا الشوط الثاني كان جدي، لانه مباشره لما كان يستلم لامين يامال الكره كان قريب منه اولمو مباشره، خلص بيخليك بجو المباراه، بيخليك بتلعب بشكل صحيح. وهذا الشيء اللي عمله اولمو، دخل لامين يامال بجو المباراه. وشفنا الشوط الثاني مميز من لامين، كان هو الاميز في الهجوم. رافينيا تحركاته اليوم ما كانت بشكل كبير، رافينيا يعني بصراحه ما لاحظنا عليه الثقل الكبير جدا اليوم. تحركاته كانت مخفيه، لانه بالدي كان يطلع على الجناح اليسار. شفنا رافينيا لما بالدي يطلع على الجناح اليسار، رافينيا ينزل يصير وسط يمين. هذا الشيء ما نستفيد منه في الفريق، هذا واضح جدا. هو على الجناح اليسار انك تلعب رافينيا هناك مشيناها، قلنا ما في عندك جناح على اليسار، ماشي، بس لعبت رافينيا هناك قلنا ماشي، ومتألق هناك وبيسجل ماشي. انما تنزله وسط يسار ما بيزبط، يا اما تنزله وسط يمين يا اما انك ترجعه على الجناح. هذا شيء ما بيزبط، لانه لما نشوف بالدي يطلع ينزل مباشره رافينيا الى وسط يسار، ما بيصير، ما بيزبط، رجله ما بتزبط على هذا الموضوع. لكن رافينيا بيعمل اجتهادات من عنده، وهذا الشيء اللي بنلاحظ فيه مرات، انه رافينيا يغيب، ما بتشوفه بالملعب، يعني ما بتشوفه ببعض اللقطات، انه لانه بالدي بياخذ الجهه كامله وبيطلع فيها، يا اما بيعرض يا اما بيلعب كره الى منطقه الجزاء. هذا الشيء اللي لاحظناه. برشلونه في الشوط الثاني استحوذ، سيطر بشكل كبير جدا، حاول مع وجود اولمو انه يوصل المرمى بتحركات بيدري اللي تحسن الشوط الثاني، مع انه بيدري مش مستواه اليوم، واضح جدا ان ضايقت منه كثير بيدري، وحكيت انه لازم يطلع، وطلعوا تقريبا اخر 10 دقائق. لكن المفاجاه الكبرى انه دخل توريس، وتوريس لعب تقريبا 10 دقائق او ربع ساعه، مش متذكر بالضبط، لكن لعب افضل من ليفاندوفسكي طوال الوقت اللي لعبه، مع انه ليفاندوفسكي موجود كان لاخر المباراه. يعني تخيل انه لعب مباراه كامله ليفاندوفسكي، لانه طلع لمين ودخل توريس. ما شفنا شيء جديد، يعني بصراحه هذا الواضح جدا. لكن الشيء اللي شفناه الحلو بالموضوع في اخر ربع ساعه، انه ديونج صار لما يدخل سواء اساسي ولا بديل له تاثير واضح جدا. هذا الشيء اللي احنا مرتاحين معه كجمهور برشلونه، انه ديونج رجع لمستواه. واخر ربع ساعه شفنا ديونج قدم مستوى مميز، كان يستلم الكره، كان يريح بالملعب، كان يضيع وقت كبير جدا بالكره وهي معه، لانه بدك اللعيبه تهدى، ما بدك تسلم الكره للخصم حتى يلعب عليك تحولات سريعه. وهذا الشيء اللي قام فيه برشلونه. بصراحه كوبارسي اليوم عجبني بشكل كبير جدا. تخيل يا صديقي انه التحاماته كانت في المباراه 100%، تدخلاته كانت 100%، تمريرات الثلث الاخير تقريبا 7-8 كرات وصلها للثلث الاخير من خلال التمرير بين الخطوط وكسر الخطوط بتمريره واحده. هذا لاعب مميز جدا، هذا لاعب بيريحك في المباريات، هذا لاعب يعني بصراحه يعني انت مكسب كبير جدا. وسواء لعب جنبه اراوخو، لعب انيجو مارتينيز، غارسيا، مين ما كان يكون، هذا اللاعب بيكون مميز جدا. اذا يدل على جودته العاليه جدا. تشيزني 11 مباراه لا يخسر مع برشلونه، بوجود تشيزني برشلونه لا يخسر، وهي ميزه كبيره جدا بالفريق بكل تاكيد. حكينا عن ليفاندوفسكي بسوءه، رافينيا التحرك اللي مرات يكون سيء وما يخليه يظهر في المباريات، لامين يامال جديته لازم تكون موجوده، هذا واضح جدا. وسط الملعب كاسادو اليوم قدم مباراه جيده، مباراه ممتازه بالتاكيد، هاي تعطيه ثقه اكثر من المباريات السابقه لانه غاب عنها بوجود ديونج. الان برشلونه ممكن ريح ديونج لانه في عنده مباراه قادمه امام اتلتيكو مدريد. شفنا الاظهره اليوم، بالدي كان سيء بالعرضيات، وهذا شيء من زمان نعرف عن بالدي، لكن بالدي هو بيقدم مستويات كبيره جدا بالفتره الاخيره. كوندي كان جيد في المباراه، مباراة ما كانت صعبة على برشلونة، ممكن يعني هو كان برشلونة يلعب رتم مسهل على الخصم. نعم برشلونة تصدر، برشلونة عرف كيف يختار طريقه، برشلونة لا مجال لإضاعة النقاط، فليك لا مجال لمجاملة ليفاندوفسكي في الأيام القادمة. وتبديلات فليك بين الشوطين دائما ما تعطي خيارات، هاي بتوضح لك تواضعه. أنا بالنسبة لي بشوفها تواضع مش تكبر منه، إنه بيصر على اللاعب اللي بيدخله إنه بيظل لا بدي أحاول فيه ل60 ل70 ل75 ل80 خلينا أشوف يطلع منه إشي. لا، بين الشوطين أنا شايفه سيء،
بطلعه. هذا شيء مميز جدا في فليك. يعني تقريبا هذا الموسم انا قرات احصائيه انه 9 مباريات بتدخلاته تغير الوضع، الان اصبح 10. يعني مع المباراه هاي ممكن 10 مباريات او 11 مباراه تقريبا يتغير الوضع لما يبدل بين الشوطين. هذا شيء بيدلك على انه فليك يشتغل صح في قراءه المباراه بكل تاكيد. نتمنى منكم الاشتراك بالقناه، ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم. يعطيكم العافيه.